احنا معانا الكوارع اهي زي ما بيقولوا كده من الالف للياء، والفته بتاعتنا الجميله اهيت، والكوارع بالشوربه بتاعتها اللي عايزها مسلوقه بالشوربه بالليمون مفيش مشاكل، والنوع التاني اللي هي بالصلصه بالتتبيله بتاعتنا الجميله ديت. جربوها وقولوا رايكم ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله من مطبخ منا هنعمل الكوارع بحالها كده من الالف للياء، وفتة الكوارع والكوارع بطريقتين هنعملها النهارده ان شاء الله. اول حاجه كده معانا الكوارع مغسوله ونضيفه، وتحاولي انت تجيبي الرجول الاماميه من الكوارع عشان بتبقى فيها لحمه شويه، بتبقى الرجول الاولانيه في الكوارع هتجيبيها طبعا بتجيبها متقطعه ومغسوله، هتعيدي تاني على غسيلها بملح وخل وليمون، تنقعها حوالي نص ساعه، ترجعي تاني تنضفيها بالسكينه تاني كويس بعد ما تنقعيها نص ساعه، تشطفيها شطفتين هتبقى معاكي بالمنظر ده. اول حاجه بقى معانا حله اهي فيها معلقتين زيت ومعلقه سمنه، هننزل بالتوابل فيها، الخضار والتوابل. الاول هننزل اول اهو معانا ايه كميه من البصل والطماطم، هنسمي كده بسم الله. هنشوح الخضار الاول كده، ومعانا التوابل، حبتين مستكه، حبتين فلفل اسود، سجابه ثاني، ورق لوري، شوف توم سليمه كده زي ما هي كده هنحطها، ما عدا ديت بهارات لحمه دي هنخليها اثناء التشويحه كده. احنا هننزل بقى بالحاجات دي كده، ونخلي ورق اللوري الاخر شويه، يبقى كده مش هيفضل معانا غير بهارات اللحمه، هنخليها شويه كده. هنشوح بقى الخضار ده كله كده مع بعضه لمده دقيقه كده يدبل بس معانا. بعد كده بقى هننزل بالكوارع، هننزل بالكوارع كده حته حته معانا بسم الله. بسم الله ما شاء الله، ريحتها طالعه جميله. الطريقه دي بتدي ريحه، حلوه خالص للكوارع، وتبقى الريحه في الشوربه بتاعتها برضو جميله. هنكمل كده بقيه الكوارع، هتشوحيها على كل الجهات، قلب كده معانا، هتبتدي بقى تقلبي فيها كده حوالي ربع ساعه كده، تشوحيها كده تديها لون كده من كل الجهات. واثناء التشويح ده تكوني حاطه حله ميه كبيره على النار، حله ميه كبيره تغلي معانا على النار. هنا يا حبايبي اتشوحت اهي، شوفوا لونها بقى جميل ازاي، والريحه طالعه بقى حكايه، صلوا على رسول الله. هنحط بقى حبه من بهارات اللحمه دي كده، في اخر التشويحه كده. لما تختاري الرجول الاماميه بتبقى سمينه شويه، بتبقى مليانه معاكي كده، بتبقى دسمه شويه، بتبقى افضل يعني من الرجول الخلفيه. هنجيب بقى الميه المغليه، هنسمي بقى كده بسم الله، وننزل بالميه المغليه بسم الله. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله اللون معانا. هسيبها الاول على نار عاليه كده لمده نص ساعه تغلي معانا، وبعد ما تغلي ولقيتها عامله ريم ابيض كده على الوش تشيليه، مش عامله خلاص، هي غالبا مش هتعمل علشان احنا مشوحينها كويس. احنا في حاجه ما حطيناهاش، الملح ده مش هتحط الا في الاخر خالص، في اخر ربع ساعه من السوا. احنا بقى دلوقتي هنغطي عليها ونسيبها تغلي على نار عاليه لمده نص ساعه، بعد كده نخلي النار وسط، ونشوف بقى الخطوه اللي بعد كده معانا. هنا بقى يا حبايبي هنعمل دلوقتي الفته هتتعمل على 3 خطوات. اول حاجه معانا الصلصه، هنسمي كده بسم الله، ومعانا معلقه سمنه ومعلقه زيت. يبقى اول خطوه في الفته
هي معانا الصلصه، معانا معلقه سمنه ومعلقه زيت. هننزل بحبه توم كده، حوالي 6 فصوص توم اهم معانا مفرومين. هنحمرهم يا دوبك نخلي لونهم يصفر كده. نحاول ان احنا ما يتحمروش جامد عشان ما يتعملش مراره معانا. هنا يا حبايبي شايفين التوم بدأ يصفر معانا اهو، بدأ يصفر. هنديله تقليبه كده. انا عايزاه يا دوبك يدبل بس كده. الريحه الجميله بتاعتنا طلعت اهي. يبقى احنا كده حمرنا التوم. هننزل بقى على التوم بربع كوبايه من الخل. بسم الله. ربع كوبايه خل. ربع كوبايه الخل دي بتدي نكهه جميله معانا خالص للصلصه. بعد كده بقى هننزل بكميه طماطم، حوالي 4 طماطميات كبار مضروبين في الخلاط بدون ميه. عايزه انت ما تحطيش ميه، فانت تقطعي حته صغيره زي السلطه كده وتضربيه في الخلاط بدون ميه خالص، وهتنزلي بعد الخل. اديها بقى تقليبه كده، وتحطي بقى التوابل بتاعتك عليها. معانا التوابل بقى عباره عن ربع معلقه صغيره بهارات لحم، ملح، بابريكا، سكر، فلفل اسود، كزبره ناشفه من كل نوع ربع معلقه بس. هنقلب بقى كل ده مع بعضه كده. معانا التسبيكه فيها لان الطماطم ما تحطش عليها ميه زي ما قلنا. هتغلي غلوه واحده ونشوف هنعمل ايه بعد كده. يا حبايبي الشوربه بتغلي معانا اهي. كوارع هي دلوقتي كده نص سوا، بس احنا برضه هنستنى بالملح شويه كده. احنا هناخد منها معلقتين كده، نزود منها التسبيكه بتاعه الفته. نزود بس التسبيكه كده معلقتين كده 3 عشان تدي طعم ونكهه كويسه معانا للفته. ونسيب بقى هي تكمل تسبيكه. نسيب التسبيكه بقى تنشف تاني كده مع نفسها. انا يا حبايبي حطينا معلقتين اهيت من ميه الكوارع، الشوربه بتاعت الكوارع. نسيبها بقى تتسبك كده شويه، تنشف كده شويه. هنا يا حبايبي تاني خطوه معانا في الفته. يبقى اول خطوه في الفته الصلصه، التسبيكه بتاعت الفته. تاني خطوه معانا الرز. شوف بقى هنعمل الرز ازاي. احنا هنا معانا معلقتين سمنه ومعلقه زيت، يسخنوا كده كويس معانا ونشوح فيهم الرز. بسم الله. ننزل بالرز كده نشوحه كده. اهم حاجه نشوحه كويس، نغلفه كله بالسمنه كده. يا حبايبي عشان نشوح فيه كده لمده 5 دقايق كده. وبعد كده بقى هننزل بالملح، نقلبه برده كويس بالملح بتاعه كده. احنا الرز اتشوح كويس والملح داب معاه. هنحط بقى نص الكميه شوربه والنص التاني ميه. معانا كميه من الشوربه هننزل بيها. بسم الله. نكمل بقى الباقي ميه. هنغطي عليه بقى ونسيبه يتشرب كده مع نفسه، ونشوف بقى الخطوه اللي بعد كده. هنا يا حبايبي معانا بقى تالت خطوه في الفته اهي. بعد الرز احنا عملنا الصلصه والرز. تالت خطوه بقى اللي احنا نحمص العيش. هو محمص في الفرن بس هنديله تحميصه كده شويه مع السمنه، يتغلف بالسمنه. مش هياخد وقت كتير معانا لان هو محمص. العيش كده هنحط له معلقتين صلصه. لو انت بتحبي الصلصه تبقى العيش مقرمش جامد مش هتحطي الصلصه دلوقتي ساعه التقديم. لو انت مش فارقه معاكي ممكن تحطي معلقتين الصلصه دلوقتي، والافضل هنخلي معلقتين الصلصه ساعه التقديم كده على طول. نحط الصلصه والشوربه ونقدم على طول. هنعمل بقى مع بعض الخطوه الجايه التتبيله بتاعه الكوارع. تتبيله الكوارع هنعملها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي.
هنا بقى يا حبايبي احنا هنعمل تتبيلة الكوارع. معلش انا بدأت معاكم الكوارع كده زي ما بيقولوا من الالف للياء، كل حاجة في الكوارع عملناها مع بعض. دي تتبيلة الكوارع. هننزل الاول بالبصلة. البصلة دي انا خفت تغيب شوية فحطيت عليها الملح، يبقى دي البصلة والملح معانا. بصلة كبيرة مبشورة، طماطمية برضو كبيرة مبشورة، 3 فصوص توم مهروسين، ربع كوباية خل. معانا بقى التوابل هنا. معلقة 7 بهارات كبيرة، نص معلقة فلفل، نص معلقة كزبرة، معلقة صغيرة البابريكا، بهارات لحم. هننزل بيها كلها هنا كده. هنقلب بقى الحاجات دي كلها كويس كده مع بعض. التتبيلة دي جميلة جدا، هتخلي طعم الكوارع تروح في حتة تانية خالص، هتديها طعم مميز. هنطلع الكوارع من الشوربة مع بعض كده. هنا يا حبايبي الخلطة كده هنتبل بقى بيها الكوارع بعد ما طلعناها من الشوربة اهي. بسم الله ما شاء الله، طابت وبقت جميلة مستوت خالص كده على الاخر. هنتبلها كويس كده التتبيله اللي احنا عملناها دي. نطلع الكوارع كلها كده حته حته ونحطها في التتبيله. هنا يا حبايبي تبلناها كده كلها كده، وهنحط بقيه التتبيله دي كده عليها كده. هننزل بقى بمعلقتين شوربه عليها كده، طبشتين شوربه كبار كده عشان تتحمر في الفرن بيهم. وهندخلها الفرن ونطلع بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده مع بعض. يا حبايبي هنعمل الطشه بتاعت الفته اهي. فصين توم مهروسين مع معلقه سمنه، بس تصفر كده معانا ونحطها بشويه خل وخلاص. على كده نحطها بقى على وش الفته وخلاص. بس كده نخليه كده معانا على جنب عشان نبقى نحطها على وش الفته. معانا الفته اهي سخنتها كمان شويه، هننزل عليها بقى معلقتين صلصه، او الصلصه تقيله يعني معلقه وشويه كده بس من الصلصه بس كده. نقلبها كده كويس فيها، وبعد كده ننزل بقى بالشوربه عليها. هننزل بقى الشوربه تكون مغليه عشان تطري الفته معانا، حسب انت بقى بتحبي طريه كتري شوربه، بتحبها مقرمشه خلي الشوربه شويه. كده في الطبق على طول. بسم الله. هي هتشرب بقى الشوربه دي. ننزل بقى بالرز، الرز المفلفل الجميل ده معانا.
اللي احنا عملناه وشربنا بالشوربة. بسم الله. طبقة كويسة كده من الرز. وهننزل بقى بالطشة اللي احنا كنا عاملينها، طشينها بالخل. ننزل بقى بالصلصة كده عليها. صلوا على رسول الله. كده يا حبايبي معانا اهو. وهنطلع بقى ايه الكوارع ديت زي ما انتم شايفين كده. باللون الجميل ده معانا. حبايبي احنا معانا الكوارع اهي زي ما بيقولوا كده من الالف للياء، والفته بتاعتنا الجميله اهيت، والكوارع بالشوربه بتاعتها، اللي عايزها مسلوقه بالشوربه بالليمون مفيش مشاكل، والنوع التاني اللي هي بالصلصه بالتتبيله بتاعتنا الجميله ديت. جربوها وقولوا رايكم ايه، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه، تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس.